هناك 6 حالات وردت في كتاب الله عز وجل لا يجتمع الشقاء معها أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. وقبل التعرف على هذه الحالات، رجاء إخواني دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، الحالة الأولى التي لا يجتمع الشقاء معها أبدا هو بر الوالدين، وخاصة بر الأم. قال تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والحالة الثانية التي لا يجتمع الشقاء معها الدعاء. قال تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. والحالة الثالثة لا يجتمع الشقاء مع القرآن. قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والحالة الرابعة التي لا يجتمع الشقاء معها مع اتباع الهدى. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والحالة الخامسة لا يجتمع الشقاء مع خشية الله عز وجل. قال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والحالة السادسة لا يجتمع الشقاء مع تقوى الله عز وجل. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. جعلنا الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.